مش واضح يا ريت الناس تقول لي. ماشي. مم، الصوت كويس كده ولا اظبطه او 100 100 تمام. طيب المره اللي فاتت احنا اتفقنا ان انت عشان تكمل في الحته بتاع كوبرنيتس فانت لازما من الاساس لازما تبقى عارف كونتينر، تمام، او تبقى عارف يعني بمعنى صح دوكر، يعني زي ما الناس بتسميه. تمام. لازما تبقى عارف ازاي بتكري الكونتينر، ازاي اللايف سايكل بتاعته، ازاي ان انت بتعمل دوكر كومبوز عشان بالنسبه لك تحس ان كوبرنيتس ليه فايده. طيب، ان كام واحد من الموجودين حاليا ما تعاملش مع كوبرنيتس؟ يعني لو الناس تكتب لي كده في الشات بشكل سريع، تمام، عشان لو ما حدش يتعامل معاه او مش عارف ليه موجود يبقى في دقيقتين كده نلخص الموضوع ونبتدي نخش في التوبيك بتاع النهارده. يعني اللي اشتغل معاه يكتب لنا ان هو يس نو في السريع كده. مفيش اي حد كتب. رحتوا تتسحروا وسبتوني. ماشي. آه. تمام. تمام. حلو. ما شاء الله يا عمرو. طيب حلو جدا، بما ان كل الناس يعني عارفه ليه كوبرنيتس موجود، تمام، خلونا هنا كده نبتدي عشان في ناس لسه عندها زي لخبطه، وخصوصا لما انت يعني نعتبر ان انت شغال في شركه والشركه بتاعتك دلوقتي بتقول لك انا هطلع ابلكيشن جديد، والابلكيشن دوت انا عايزك انت تقرر الابلكيشن دوت نحطه كوبرنيتس او نحطه على حاجه تانية. تمام. هو الابلكيشن اللي احنا بنتكلم عليه هو في الاساس شغال كونتينر، فاحنا لسه مش هنتكلم هو كونتينر ولا لا، هو شغال كونتينر. تمام. فالحقيقه ان انت كشخص مسؤول من ناحيه الانفراستراكشر هتقرر ان انت تروح كوبرنيتس ولا لا. تمام. لو اتعرض عليك ابلكيشن، بما ان معظمكم شغال او اشتغل على كوبرنيتس، امتى يعني في عجاله كده لو حد يقدر يقول لنا انا امتى اروح كوبرنيتس وامتى ما اروحش، هيبقى بالنسبه لنا برضو حاجه كويسه جدا. يعني انا اديتك ابلكيشن، الابلكيشن دوت قلت لك خده، وهو عباره عن 5 سيرفيس: اوثنتيكيشن، دليفري، اوردرنج، وريبورتنج، وخده تحط كوبرنيتس ولا تشتغل بدوكر على سيرفر واحد. حد كده يدينا خبراته بما ان ما شاء الله كلكم اصلا شغالين كوبرنيتس. ممكن يا باشمهندس لو عايز availability time، زيرو داون حلو. تايم. حلو، ولو عايز افيلابيلتي، ما انت لو حطيته برضو على سيرفر واحد ما انت هتبقى مهتم ان انت يبقى عندك افيلابيلتي برضو، صح؟ مظبوط. ممكن برضو لود سكيلينج، ان انا لو حاجه حصلت عايز ازود اللود سكيلينج اوتوماتيك يعني، لان حلو الكونتينر جدا. هضطر هيكون كوماند مثلا. ماشي، ايه تاني يا جماعه؟ يعني انت لو هتروح لدي او هتروح لديت، ايه اللي يخليك اصلا تعمل كده؟ ايه اللي يخليك تورط نفسك وتروح لكوبرنيتس اصلا؟ لو هاي ترافيك. ما ممكن يبقى عندك هاي ترافيك بدون ما يكون عندك كوبرنيتس. ممكن يا باشمهندس حجم الابليكيشن هو اللي يفرق معايا. لو ابليكيشن صغير ممكن ما اروحش للهيدج بتاع تصميم الكوبرنيتس او حل مشاكله. طيب انت عندك كوبرنيتس اصلا ككلاستر جاهز، ما عندكش مشكله في البروفيجننج بتاع الكلاستر، الكلاستر اصلا موجود عندك، تمام. بس انت كواحد لازم تبقى انت محدد من الاول
انا ليه هروح كوبرنيتس؟ عشان بالتالي لما تبتدي ان انت تدوبلوي الابلكيشن بتاعك تبقى انت مقتنع 100% 100% ان انا ليه رحت كوبرنيتس، ما رحتش اصلا دوكر سوارم مثلا او دوكر كومبوز مع اكتر من حاجه. يعني الحته ديت يا جماعه مهمه جدا، لان انت كوبرنيتس لما انت هتخش فيه هتحس ان انت يعني اتورطت. يعني حرفيا انت هتحس ان انت اتورطت من ناحيه الكوست، لان الكوست هيبقى عالي مش هيبقى رخيص. تمام. اتورطت من ناحيه الادمنستريشن بتاعه، ان هو محتاج حد يكون عارف كوبرنيتس، مش مجرد ان هو يعني عملت دوكر كومبوز اب اند داون وخلاص الدنيا وقفت على كده. تمام. فانت لو مش عارف الحته دي من الاساس فانت ورطت نفسك. يعني ده تصوري في الموضوع. تمام. ان انت لازم أن تبقى انت عارف اليوز كيس بتاعتك من الاساس هي ليه هتروح كوبرنيتس. تمام. طيب بعجاله كده، يعني احنا كنت اديت اكزامبل المره اللي فاتت ان انت لو عندك شركه مثلا شغاله اي كوميرس، والشركه دي طلعت ابلكيشن بتاعها، وانت كراجل شغال في تيم الانفراستراكشر، الديفلوبمنت قعد معاك وقال لي بص انا الابلكيشن بتاعي دوت بيتكون من شويه سيرفيس كده. تمام. وبما ان عمرو ما شاء الله قال لنا على الفكره الحلوه ديت، فاحنا دي الاوثنتيكيشن سيرفيس ديت، هنا كده البروفايل سيرفيس، وديت كده تعالوا هنا كده نختصرهم بشكل سريع، وديت الاي بي اي سيرفيس او الباك اند، وعندنا ريبورتنج سيرفيس. الحقيقه ان انت التيم بتاعك ما كانش شغال كوبرنيتس، والديفلوبمنت بتاعك قال لك انا هديك دوكر كونتينر لكل واحده من دي، ونخلي ديت الريبورتنج سيرفيس. حضرتك لما رحت كده بدات ان انت تديبلوي الابلكيشن دوت، سواء انت عملته بدوكر كومبوز، فده الاند يوزر بتاعك ابتدى يخش على الابلكيشن او على السيرفر الاولاني بتاعك دوت. والحقيقه ان انت بعد فتره لقيت ان الدنيا بدات ان هي تزيد عندك، والترافيك بقى زياده، وانت مثلا في فتره زي رمضان كده محتاج ان انت تسكيل. فايه اللي انت بتعمله؟ هنتفق ان ده السيرفر الاولاني، وان انت شغال كل الناس ديت بدوكر كومبوز، فهتبتدي ان انت تكسر كل الحاجات ديت، وتبتدي ان انت تنقل وتقول ان انا الاي بي اي سيرفر ديت او الباك اند بتاعتي ديت عليها لود كبير، فانا هبتدي انقلها على سيرفر لوحدها، وهبتدي امسك الريبورتنج ديت ابتدي انقلها على سيرفر تاني. فانا في الحاله ديت ابتديت ان انا اروح من سيرفر واحد لمجموعه سيرفرز، والاي بي اي والناس دي كلها بتكلم بعض من خلال الانترنال هنا كده. تمام. وده اللي اغلب الناس كانت بتعمله قبل فكره، سواء الكوبرنيتس موجود او مش موجود الناس كانت بتعمل كده. تمام. ولما الوضع اتطور شويه كانوا بيروحوا لحته تانية، ان انا ببتدي ان انا اروح لحاجه تعمل لي كلاسترنج. ايه مشكله الكلام دوت؟ لو انا نقلت بالاوثنتيكيشن سيرفيس ديت على سيرفر لوحده، والسيرفر دوت بقى داون، انا ايه اللي حصل عندي كده يا جماعه؟ انا فقدت جزء من الابلكيشن بتاعي، ما بقاش شغال، فبالتالي الابلكيشن برضو بتاعي بالرغم ان انا نقلته على سيرفر تاني وحطيت كباستي هنا كده، بدل ما كنت شغال بسيرفر واحد الابلكيشن كبر بقيت 5. فانا في الحاله ديت ايه اللي حصل؟ انا زودت الانفراستراكشر وزودت الكوست بتاعي، بس برضو بقيت بقع. تمام. فالحل اللي احنا ابتدينا ان احنا نفكر فيه، ان احنا بما ان احنا شغالين بفكره الكونتينرز، فالناس بدات تفكر بفكره ان انا الموضوع دوت على اللارج سكيل مش هيبقى كويس. فابتدوا هنا كده ان احنا نبتدي ان احنا نتخلص من فكره ان الكونتينرز نفسها تبقى موجوده على سيرفر واحد، وتبقى موجوده هنا كده على فكره الكلاستر. تمام. وبالتالي فكره اصلا الكوبرنيتس لما ابتدت تخش، هي ابتدت تجمع الكونتينرز نفسها وتشتغل بفكره ان هي بت اوركستريت. عشان كده لما تدور على كوبرنيتس هو في الاساس هو عباره عن اوركستريشن تول او اوركستريتور للايه للكونتينرز اللي عندك. طيب في الحاله ديت انت ابتديت ان انت تغير اللوجيك اللي فوق دوت، وتبتدي ان انت تعمل كلاستر. الكلاستر دوت بقى عباره عن مجموعه فيرتشوال ماشين، سواء الفيرتشوال ماشين دي يعني مجموعه سيرفرات، سواء هي فيرتشوال ماشين سواء ان هي مش فيرتشوال ماشين، وبتجمعها كده مع بعض هنا كده عشان تكون كلاستر. فالكلاستر اللي انت بتتعامل معاه دلوقتي
بدل ما كنت بتحط كل الناس ديت على سيرفر واحد، لا الكلاستر دوت بقى بيعمل لي ديستريبيوشن او بيعمل لي مانجمنت هو للكونتينرز ديت. فبناء على الكباستي اللي موجوده عنده بيبتدي ان هو يحط هنا كده الاوثنتيكيشن، هنا ممكن يجي في الحته دي يحط الريبورتنج، ممكن في المكان دوت يلاقي ان في حاجه فاضيه فيبتدي ان هو يحط الاي بي اي مع ده مع ده. فانا دلوقتي اول حاجه استفدت بيها ان انا بقى عندي ديستريبيوشن للورك لوب بتاعتي على كلاستر. تمام. تاني حاجه انا محتاج ان انا استفاد بيها ان هنا كده في الكونتينرز ديت لما السيرفيس ديت بتفيل او السيرفر دوت بيقع، فانا ما كانش عندي اصلا اي حل غير ان انا لا اما اروح اكريت سيرفر جديد، تمام، وبالتالي ان انا امباكتد بالداون تايم. لكن الحته دي اتحلت في حته الكونتينر اوركستريشن زي كوبرنيتس، ان هو بقى يا جماعه بيعمل حاجه اسمها السيلف هيلينج. السيلف هيلينج يعني ايه؟ يعني الورك لود بتاعي لو حصل في النود ديت هنا كده بقت اوت اوف ميموري او حصل فيها مشكله او بقى اصلا بقت النود نفسها بايظه، فهيبتدي ان هو يعمل ايه؟ يمسك كل الكونتينرز اللي موجوده ديت ويروح يطلع لي لا اما نود جديده، لا اما يمسك الكونتينرز ديت ينقلها كده بدون ما انت تحس. فبالتالي انا ما بقتش محتاج ان انا اروح اعمل مانيوال ادمنستريشن للكونتينرز نفسها او للنود نفسها. مين اللي هيعمل الكلام دوت؟ هو الكلاستر نفسه. الكلاستر هو اللي هيقوم بالحته دي. فانا بقى عندي سيلف هيلينج، يعني انا عندي الابلكيشن بتاعي لما بيقع هو اوتوماتيكلي بيديسكفر ان عندي مشكله في الكلاستر. تاني حاجه ان هو بيعمل لي اوتو سكيلينج، ان انا لو حبيت ان انا اوتوماتيكلي الورك لوب بتاعي خلال مثلا سيزون معين او خلال يوم مثلا اخر يوم انت بتعمل كامبين او كده، انت تقدر تحدد ان انا اوتوماتيكلي استفاد بالسكيلينج ده. تمام. طيب ايه شكل الكلاستر اللي هو بيديهولي؟ احنا بنتكلم في الحته ديت على الاوركستريشن تول، بنتكلم على كوبرنيتس بالتحديد. لازم تبقى انت متصور حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت عندك هنا كده اي كلاستر انت هتعمله، تمام، اعتبره ان انت كانك بالظبط عندك قطر. تمام. القطر دوت اول عربيه عندك هنا كده هي اللي بتكنترول القطر بحاله، وديت اللي بيبقى فيها السواق بتاعه، وهو دوت اللي بيعمل كل حاجه في الكلاستر. تمام. فاحنا هنا كده بنقسم الكوبرنيتس كلاستر لحاجتين. الحاجه الاولانيه الكنترول بلين، وهو بيتكون من مجموعه كومبوننت كده هنعدي عليها او نمشي عليها في السريع. لكن اللي يهمك بعد كده هي مجموعه العربيات او الموجوده في القطر هنا كده بكل بساطه، ودي احنا بنسميها الوركر نودز. تمام. او النودز بتاع الكلاستر ده الوركر نودز، ده الوركر نودز. وبالنسبه لك كده اعتبرها ان بما ان احنا بنعمل اوتو سكيلينج، فاحنا ممكن نزود عربيه هنا كده في القطر، وممكن ان احنا نشيل عربيه في القطر بكل بساطه. واعتبر ان الحاجات الناس اللي هي بتركب عندك هنا كده هي دي الابلكيشنز او الكونتينرز اللي احنا هنتكلم عليها. تمام. فبكل بساطه كده ان انت تخيل الكلاستر بتاعك هو عباره عن كنترول بلين، هو اللي بيحدد امتى تقف، هو اللي بيحدد امتى يمشي، هو اللي بيحدد في حد هيركب في حد هينزل. فانت لازم أن تتصور ان هو ده اللي بيفكر لك في كل حاجه في الكلاستر. طيب اتفقنا ان احنا عشان نكلم الكلاستر دوت، عشان تكلم الكلاستر ده مفيش غير طريق واحد انت بتكلمه من خلاله، او ده الكومن واي اللي انت بتكلمه من خلاله. نعتبر هنا كده ان احنا في العربيه بتاع القطر الاولانيه او الكنترول بلين ان احنا عندنا هنا كده حاجه اسمها الاي بي اي سيرفر. والاي بي اي سيرفر دوت هو اللي بياخد كل التعليمات او الانستراكشن اللي انت عايز تعملها، وهو بيبتدي يكلم بقيه كل العربيات الموجوده هنا كده. فانا من خلال الاي بي اي سيرفر ببتدي ان انا اتحكم في الكلاستر بتاعي. والحاجه الشائعه عندك اللي انت بتستخدمها هي عباره عن كوماند لاين اللي هو الكيوب سي تي ال. تمام. طيب كيوب سي تي ال هو عباره عن كلاينت وظيفته ان هو بيكلم الاي بي اي بتاع الكوبرنيتس، بيبتدي ان هو يبعت له ان انت مثلا محتاج ان انت تكري الكونتينرز، محتاج ان انت تتشيك الكونتينرز شغاله ولا لا، محتاج ان انت تجيت انفورميشن. فده بالظبط لو انتوا تفتكروا ووكر كوماند هو كان عباره عن
كوماند لاين او كلاينت هو بيكلم الريست اي بي اي بتاع الدوكر انجن، فده بالظبط هنا كده كيوب سي تي ال هو اللي بيكلم الايه الاند بوينت بتاع الكوبرنيتس. فانت هنا كده لما تيجي تعمل كلاستر، الكلاستر دوت عشان الناس برضو تبقى واخده بالها، الكلاستر دوت ممكن يكون لوكال عندك، الكلاستر ده ممكن يكون على الكلاود، الكلاستر ده ممكن يكون مانجد، ممكن يكون سيلف مانجد. تعالوا ناخدهم كده بالراحه عشان مش عايز برضو الناس تحس ان الموضوع كومبليكيتد. يبقى انت ممكن تعمل مانجد كلاستر، تمام، وممكن المانجد كلاستر دوت يبقى موجود على اي دبليو اس، موجود على جي سي بي، موجود على او سي اي مثلا. وايه الفرق ما بين الاثنين بشكل سريع كده؟ ان المانجد كلاستر الكنترول بلين دوت مش انت اللي بتادمنستريته، الادمنستريشن بتاع المانجد كلاستر هي بيتم من خلال الكلاود بروفايدر اللي انت شغال عليه. بمعنى صح، لو انت شغال على اي دبليو اس، فاي دبليو اس هي اللي بتمانج الكنترول بلين بتاعك، تمام، وهي اللي بتعمل له باك اب، هي اللي بتعمل له سكيورتي، هي اللي بتعمل له كل حاجه، انت ما بتعملش فيه اي حاجه، تمام. انت كل اللي انت بتعمله بتقول له مثلا انا والله شغال على الفيرجن دي فانا محتاج ان انا اعمل ابجريد، لكن انت في الحقيقه اصلا ما بتعملش الابجريد، انت بتيشيو الكوماند او بتقول له بس اعمل لي ابجريد، لكن هو في الباك جراوند هو اللي بيعمل كل حاجه، تمام. الحاجه الثانيه اللي هي السيلف مانجد، او اللي هي اللي احنا بنقول عليها الاون بريم او سيلف مانجد كلاستر، تمام. والسيلف مانجد كلاستر ديت انت اللي بتعمل الكلاستر، انت اللي بتحدد كام نود عندي يبقوا كنترول بلين، وبقيه الكلاستر بتاعي يتعمل بالشكل دوت ازاي. ومن الحاجات اللي انتوا بتشوفوها دايما حاجات مثلا انت ممكن تروح تعمل كلاستر بحاجه مثلا زي روكيت، لو انتوا اللي هي رانشر كوبرنيتس انجن، تمام، لو حد استخدمها. او ممكن ان انت الحاجات الشائعه حاجه زي الاوبن شيفت، تمام. فالاوبن شيفت برضو انت بتدي له شويه فيرتشوال ماشين وبتبتدي ان تقول له انا عايز الكنترول بلين يبقى كام نود، وبقيه الحاجات بتبقى وركر نودز، تمام. ده بشكل بسيط. انت عشان لو بادئ في الحته ديت انت لازم اول حاجه تتعامل مع الكوبرنيتس بشكل كويس جدا، وبعد كده تخلي الحته بتاع المانجمنت للبروفيجننج بتاع الكلاستر دي في الاخر. ما تبتديش بالبروفيجننج عشان تبتدي ان انت تعمل كلاستر، انت تشوف كلاستر جاهز تبتدي ان انت تتعامل وتديبلوي وتعمل كل حاجه في الابلكيشن، وبعد كده تنزل في اللاير بتاع ازاي ان انا ابروفيجن كلاستر، لان هتكتشف في الاخر خالص ان بروفيجننج الكلاستر دوت اصلا حاجه ما تاخدش منك وقت كبير جدا. انت لما تيجي تشتغل فعلا في البرودكشن انت هتكريت الكلاستر مره واحده، بس هتقعد في مانج الورك لود ممكن يعني مده كبيره جدا، او هي ديت اللي انت هتشتغل عليها مده كبيره جدا، تمام. لحد هنا حد عنده مشكله؟ انا بشكل سريع كده لخصت كل الحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. طيب ماشي. طيب احنا هنا كده هنبتدي ان احنا نبص على الكلاسترز. لو الناس شغاله لوكال، تمام، فانت قدامك اكتر من حل، تمام. الحل الاولاني ان انت ممكن تستخدم كايند، تمام، وده كوبرنيتس ان دوكر، وبصراحه هو من افضل الحلول اللي انت لو الجهاز بتاعك مش قوي تبتدي ان انت تستخدمه، هيعمل لك كلاسترز هتبتدي ان انت تمانج الكلام ده شويه. اللي بعد كده تقدر ان انت تستخدم، اعتقد اغلبكم استخدموا اللي هو الميني كيوب، لو هنا كده اللي هو ميني كيوب. وبعض الناس اللي هي شغاله على ويندوز انت ممكن تستخدم هنا كده حاليا دوكر ديسكتوب، تمام. وممكن ان انت تستخدم حاجتين تانيين، الاولانيه رانشر ديسكتوب، دول كويسين جدا، تمام. لو انت ما بتحبش ان انت او انت في الاول وشايف ان الموضوع كومبليكيتد فانت ممكن تستخدم اي حاجه فيهم. ايه الحاجه الثالثه او الخامسه بقى اللي هي بودمان ديسكتوب، تمام.
دولت يا جماعه لو انت هتشتغل لوكال تقدر ان انت تستخدمهم بكل بساطه خالص بدون ما يبقى عندك اي مشكله. هنا كده رانشر ديسكتوب، ما اعرفش في ناس كتيره بتستخدمه، لو حد بيستخدم رانشر ديسكتوب ممكن يقول لنا في الشات. رانشر ديسكتوب تمام، انت ممكن تنزله، هيديك كوبرنيتس كلاستر وهيبقى بالنسبه لك ممتاز، وهتقدر ان انت تستخدمه على ويندوز، على ماك، على اي حاجه. تمام. دوكر ديسكتوب لو انت شغال ويندوز حلو جدا، وتقدر ان انت تعمل بيه كلاسترز. بودمان ديسكتوب ده اخر واحد، تقدر ان انت برضو تستخدمه وتعمل بيه كوبرنيتس كلاستر، وما تتعبش نفسك في الاول لو انت لسه جديد على الموضوع ان انت تحاول ان انت بروفيجن كلاسترز على اي دبليو اس، على مش عارف ايه، لان هو اصلا صح، هقول لهم برضو على الحاجات الاونلاين. تمام. لان انت هتاخد وقت كبير جدا ان انت تتعامل مثلا مع اي كي اس، ان انت تقعد تتعامل مع الايام، تبتدي ان انت تقعد يعني تعمل شويه حاجات ما لهمش علاقه بالكوبرنيتس. تمام. فانت الاول ركز في الكوبرنيتس، سواء ان هو اوفلاين سواء ان هو اونلاين. طيب تعالوا نشوف حاجات برضو اونلاين ممكن ان انت تستخدمها بشكل سريع وتبقى سريعه معاك. اول حاجه انت ممكن تشتغل على الويب سايت دوت، والحقيقه ان هو بيديك كوبرنيتس كلاستر بشكل سريع، بس بيديها لك لمده ايه، تقدر تعمل لوجن اعتقد بالجيت هاب بتاعك، وتبتدي ان انت تكريت كوبرنيتس كلاستر في ثواني، ما بتاخدش منك وقت. تعالوا هنا كده، انا اعتقد الجيت هاب بتاعي هنا، لو انت ده الويب سايت دوت، تقدر ان انت تعمل لوجن، اعتقد بيديك 6 ساعات في اليوم، فحلوين جدا لو انت عايز تعمل بتاع دوت، تعمل براكتس كل يوم. اعتقد ان هم هيبقوا مناسبين جدا، مش يعني مش ممكن ما تخلصهمش اصلا. تعالى على البلاي جراوند، تعالى هنا كده قول له انا عايز كوبرنيتس كلاستر. تمام. هيبتدي بروفيجن ليك كوبرنيتس كلاستر بكل بساطه. تمام. وهيديك هنا كده في اس كود، وهنا كده زي ما احنا اتكلمنا، احنا عندنا حاجتين، الكنترول بلين وعندنا الوركر نودز. هنا كده هو بيديك ايه؟ بيديك كوبرنيتس كلاستر، بيديك ماشين انت تتعامل معاها من خلال من خلال الكيوب سي تي ال، وبيديك الكنترول بلين، وبيديك هنا كده النودز اللي موجودين. باي ديفولت هو بيديك ايه؟ 2 نودز لحد ما يخلص. الحته الثانيه اللي عمرو كان بيتكلم عليها، حته اللي هي، تعالوا هنا كده نجيب كوبي نحطها هنا كده، اللي هي البلاي جراوند اللي موجوده. حتى دي اصلا لو حد بيعمل اكزامز وكلام من ده، هيلاقيها موجوده ايه في السي كي اس وكل الكلام دوت، اللي هو الكده كونتينر او الكيلر سيشنز اللي موجوده هنا كده، ممكن اي حد فيها يستخدمها. تمام. وهي برضو ممتازه جدا لو انت مش عايز تنستول حاجات عندك على الجهاز. بص هنا كده هو بيديك الكنترول بلين، وتبتدي ان انت تتعامل معاه اوتوماتيكلي هنا كده. يعني انا قلت له هنا كده هات لي كيوب سي تي ال جيت نودز. تمام. هيبتدي ان هو يجيب لك النودز والفيرجن بتاعتها. تمام. ده برضو نفس القصه. يبقى هنا كده محتاج عشان اتعامل مع الكوبرنيتس، انا محتاج هنا كده يبقى عندي كيوب سي تي ال، وكيوب سي تي ال هو ده الكوماند اللي احنا بن ايه، او هو السي ال اي تول اللي انا بتعامل معاه من خلال الاي بي اي سيرفر. طيب لحد الان حد عنده مشكله في الكلام دوت؟ نخش على اللي بعده. طيب ممتاز. نعمل ادمت. طيب لو رجعنا هنا كده ورجعنا لل اتعامل انا بقى، يعني ايه اللي انا محتاج ان انا اعمله دلوقتي؟ هي الكيس اللي كانت فوق ديت انا محتاج ان انا انقلها من بتاع دوت، من دوكر على شويه سيرفرات، لان انا احولها لكوبرنيتس. وباعتبار ان الكوبرنيتس سيرفر كلاستر بتاعك جاهز، فانا في الحاله ديت ايه اللي انا هعمله؟ انا هبتدي ان انا اشوف
ايه الحاجات اللي انا محتاج ان انا اعملها، فكونفرت هنا كده ابتدي ان انا كونفرت حاجه من الاثنين. لو انت عندك دوكر كومبوز هنا كده، دوكر كومبوز خلينا معلش عشان انا مش منظم في الحاجات ديت. تعالوا هنا كده نديليت ديت ونعمل الشكل هنا كده زي عمرو التركه بتاعتك باظت. انا هنا كده عندي دوكر كومبوز. تمام. الدوكر كومبوز دوت انت لازما هنا كده محتاج ان انت تفكر، انا محتاج ان انا اماب الدوكر كومبوز واحوله هنا كده لمين؟ لكوبرنيتس. ده بكل بساطه. يعني انت اصلا عشان تبتدي ان انت ما تضيعش وقت في الكوبرنيتس عشان هو كبير جدا، فانت محتاج ان انت تقول ان انا عندي ابلكيشن موجود وعايز احول كل الحاجات اللي موجوده فيه من دوكر كومبوز لكوبرنيتس. افتكروا كده، يعني احنا لو دخلنا بكل بساطه قلنا هنا كده عايزين نخش على، نخش هنا كده اونلاين. تعالوا هنا كده جيت هاب. اعتقد دوت ممكن يكون فيه دوكر كومبوز. طيب تعالوا نفتح ده كده. لو احنا خدنا قابل دوت، فانت هتلاقي هنا كده، تعالوا نكبر. هتلاقي اول حاجه انت عملتها هنا كده ايه؟ عملت حاجه اسمها سيرفيس. تمام. وجيت جوه السيرفيس بديت ان انت تبتدي تكتب السيرفيس بتاعتك عباره عن ايه. انا عندي هنا كده سيرفيس اسمها انجن اكس، وعندي سيرفيس اسمها فرونت اند، وعندي اي بي اي جيت واي. بغض النظر كل الكلام دوت عباره عن ايه. فانت كل اللي انت محتاج تعمله هنا كده ان انت تماب. تعالوا نرجع هنا كده تاني، ان انا اماب كل حاجه موجوده هنا. يبقى الاولاني ان انا ابتدي ان انا اماب السيرفيسز اللي عندي في دوكر كومبوز، وابتدي ان انا اعمل ماب للحاجه الثانيه كانت اسمها ايه؟ النتورك. تعالوا ناخد دي كده، وابتدي ان انا اماب الحاجه اللي بعد كده اللي هي كانت الايه يا جماعه؟ اللي هي الفوليومز. انا لو خدت دول كلهم وابتديت ان انا اماب كل واحده من دي، انا وصلت هنا كده. هبتدي ان انا احول كل الكلام دوت لكوبرنيتس. لو عملت كده وشفت دوت الماب بتاعها ايه، ولو عملت النتورك هنا وشفت الماب بتاعها ايه، ولو عملت الفوليومز هنا كده او الاستورج وشفت الماب بتاعها ايه، انا حرفيا وصلت ان انا طلعت بالابلكيشن بتاعي ديبلويد على كوبرنيتس. وفي نفس الوقت في حته الاوتو سكيلينج، وفي حته البتاع دوت الايه، السيلف هيلينج. تمام. هنا كده عشان تماب دوت انت محتاج ان انت تعرف ازاي السيرفيس ديت بتماب هنا كده لحاجه اسمها ايه في كوبرنيتس، ازاي النتورك هنا بنمابها، وازاي هنا كده الفوليومز بنمابها. تمام. تعالوا ننزل هنا كده ونبتدي ان احنا نماب الكلام دوت عشان ناخد عليه اكزامبلز عشان يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. صحيح. في هنا كده برضو للناس اللي هي الديفلوبر بالذات في تول اسمها كومبوز. تمام. دي بتكونفرت ايه؟ بتكونفرت اي دوكر كومبوز عندك بتحوله لك لكوبرنيتس. تمام. خلينا ندور عليها. الاول كل الناس اللي موجوده كلها اتعاملت مع دوكر كومبوز عشان ما يبقاش انا يعني معتمد ان انتوا كلكم شغالين. لو في حد ما اشتغلش دوكر كومبوز يعني يكتب لي ان هو ما اشتغلش دوكر كومبوز عشان ابقى مخلي بالي ان مش كل الناس شغاله دوكر كومبوز. ده كده التول دي بكل بساطه لو انت شايف هنا كده. تمام. لو انا خدت ديت كده، تعالوا ناخد ديت ونبتدي ان احنا
خش هنا كده. السايز واضح للناس بتاع الخط، واضح ولا في مشكلة؟ كبر أكتر. تمام. تعالوا هنا كده بكل بساطة، لو احنا عملنا هنا كده compose دوت يامل، وده اليامل فايل اللي عندك. تمام. تعالوا نكبر ده شوية كده واضح. تعالوا نخفي ديت. تمام. شايف ده كده؟ انت محتاج ان انت تقول انا دلوقتي عايز اكونفرت الدوكر كومبوز اللي عندي دوت، واحوله لمين؟ واحوله لكوبرنيتس. طيب، قبل ما تعمل كده انت محتاج ان انت تعرف ان ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن كونتينر، وده كده عباره عن كونتينر. طب انت لما بتحب تعمل سكيل، يعني انا هنا كده الكونتينر دوت اللي هو بتاع الويب ده شغال بوان ريبليكا. لو انت شغال دوكر كومبوز وحبيت ان انت تحط منه 10، كنت بتعمل ايه؟ حد يقول لنا. بنشيل منه البورت. آه ع... طيب انا هشيل البورت صح؟ يس، وبنحط بروكسي يبقى ان اكسسبل سيرفيس نيم. صح كده. فانا هنا كده باجي اقول له ايه؟ بس يعني خلينا هنا كده ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نقول ان احنا مش هينفع نكسبوز اكتر من بورت على نفس الماشين. يعني ما ينفعش اكتر من كونتينر هياخد نفس البورت. ففي الحاله دي اكسبوز البورت اصلا مش هيبقى شغال عندي. تمام. الحاجه الثانيه ان انا محتاج ان انا اقول له عدد الريبليكاز اللي عندي هنا كده. حتى لو انت شغال دوكر كومبوز، فانت بتقول له ان انا عايزك تشغل لي كام كونتينر هنا كده؟ شغل لي 3. تمام. طيب هنا كده انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ انا محتاج ان انا لو انا هروح كوبرنيتس، محتاج ان انا اشوف بقى كوبرنيتس بيسمي الكلام دوت ايه. تمام. ابسط حاجه هو بيبتدي التقسيمه بتاعتها كده عشان الناس تبقى يعني ما نخشش في رغي كتير ليه علاقه بالحاجات اللي انتم بتشوفوها في السي كي اي والسي كي والحاجات بتاع اللي هي السيرتيفيكت. تمام. انت بكل بساطه عندك كونتينر هنا كده. تمام. في دوكر احنا بنسميه هنا كده بكل بساطه، بنسميه ابسط حاجه موجوده في كوبرنيتس حاجه اسمها بود. تمام. هنا كده في دوكر انت بيبقى عندك كونتينر واحد، ده كونتينر واحد. لكن ايه الفرق ما بين دوت ودوت؟ ان انت والله تقدر ان انت في البود دوت تحط مالتيبل كونتينرز مع بعض كده، ويبقى هو عباره عن ايه؟ لوجيكال جروبنج كده مع بعض. يعني انا عندي هنا كده لو حد اشتغل بي اتش بي مثلا، فبيروح مثلا يتعامل مع انجن اكس. تمام. انجن اكس دوت ممكن يكون بيكلم البي اتش بي من خلال بي اتش بي اف بي ام. فالاثنين دولت بيبقوا محتاجين ان هم يكلموا بعض لوكال كده. ففي الحاله ديت انا ممكن اعملهم جروب مع بعض واحطهم في حاجه اسمها بود. فالبود دوت هو اصغر حاجه موجوده عندك في الايه؟ في الكوبرنيتس. تمام. بس في الحقيقه ان البود دوت لو انا حطيته هو عباره عن انستنس واحده. تمام. يعني انا لو جبت الابلكيشن اللي احنا كنا حاطينه فوق دوت وابتديت ان انا احوله من دوكر لكوبرنيتس، فانا هنا كده هقول له بص انا عايزك تعمل لي بود اسمه اوثنتيكيشن. ففي الحاله ديت هو عمل لي بود اسمه اوثنتيكيشن. بس انا ما استفدتش بحته السكيلينج. تمام. لان هتبقى انستنس واحده بس هي اللي شغاله. فعشان كده طيب قبل ما نخش الانستنس واحده شغاله، نفترض ان انا
حد سامعني؟ تقريبا الانترنت فصل عندي. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ ان انا في الحته ديت انا ابتديت ان انا كونفرت الكونتينرز، فاحنا كده نقلناها لبود. بس المشكله اللي هتحصل عندك هنا كده ان البود عندك بيبقى عباره عن انستنس واحده بس. فانا بكونسبت الكوبرنيتس ان انا كده المفروض يبقى عندي كلاستر وعندي مجموعه نودز هنا كده، وهو ابتدى يشوف مين المكان الفاضي ويحط بالنسبه لي البود دوت او الكونتينر دوت، سواء هو كونتينر او مالتي كونتينر هنخش في التفاصيل بتاعته بعدين. بس هو حطه في المكان ده اللي هو الاوثنتيكيشن. تمام. هل انا استفدت هنا كده بحته الكوبرنيتس؟ يعني نفترض ان السيرفيس ديت دلوقتي وقعت، اللي هي الاوثنتيكيشن سيرفيس. هل انا استفدت بالحته دي؟ استفدت هنا ان النود ديت كده حصل فيها مشكله ووقعت. ايه اللي المفروض يحصل هنا كده يا جماعه؟ الناس اللي هي شغاله تساعدنا. النود ديت كده حصل لها مشكله وبقت داون. بوينت اوف فيلير، فمش هي الابلكيشن مش هيكون متاح. ممتاز جدا. طب الكوبرنيتس هيبتدي ان هو يقول بص كده انا شايف ان البود او الكونتينر اللي انت حطيته دوت بقى فيلد دلوقتي. فهو احنا قلنا هنا كده الكنترول بلين قاعد بيواتش هنا كده كل الناس اللي موجوده في الكلاستر، والكنترول بلين هنا كده عنده داتابيز هنا كده اسمها اتش سي دي، والاتش سي دي ديت شايفه ان انا دلوقتي بقى عندي كونتينر فيلد. فهيبتدي ان هو يعمل ايه؟ هيبتدي ان هو يسكيدول الكونتينر دوت او ينقله من الفيلد نود دي يحطه في مكان تاني هنا، يحطه في نود تانية. انا حليت مشكله الايه؟ حليت مشكله الداون تايم، بس ما حلتش المشكله الثانيه اللي هي بتاع الايه؟ بتاع الهاي افيلابيلتي، لان الكونتينر هنا كده بيقع وبيروح على نود ثانيه، ففي فرق هنا كده زي داون تايم بيحصل عبل ما يعمل له سكيدولينج على النود الثانيه. تمام. فاحنا في الحاله ديت ابتدينا ان احنا نفكر احنا مش محتاجين ان احنا نشتغل بحاجه اسمها بود، احنا محتاجين ان احنا نطلع بلاير ثانيه اكبر اسمها ديبلويمنت. تمام. فالبود دوت ما بقاش مناسب بالنسبه لي، انا محتاج ان انا انقل لحاجه اسمها ديبلويمنت. والديبلويمنت وظيفتها ايه؟ ان هي بيبقى عليها الحتتين، الحته بتاع السيلف هيلي تمام، والحته بتاع السكيلينج. الحته الاولانيه ان انا اقدر ان انا ابتدي ان انا اقول للكوبرنيتس انا محتاج ان انت تمانج 5 كونتينر، ومحتاج ان ال5 كونتينر دولت لما يحصل لود تبتدي تبص بعد كده على حاجه هنزودها بعد شويه، حته الايه؟ الاوتو سكيلينج، ازاي ان انا اوتو سكيل الابلكيشن بتاعي. فهنا كده هنبتدي ان احنا نتشنج من حته بود لحته اسمها الديبلويمنت. تعالوا هنا كده نخلي ديت اسمها ديبلويمنت. تمام. طيب الحوار ده كله يا جماعه عشان الناس ما تحسش ان هي كومبليكيتد، هي عباره عن مابنج لكل اللي انت بتعمله في الدوكر كومبوز. يعني عشان ما تحسش ان انت كومبليكيتد، فكل اللي انت بتعمله في الدوكر كومبوز انت بتعمله في الديبلويمنت، بس هيضيف عليها شويه لايرز تانيين. طيب انت هنا كده عشان تبتدي ان انت تكتب اي اوبجكت، احنا لحد دلوقتي ما عملناش اي كونفيجريشن. انت عندك طريقتين هنا كده عشان تكريت بيهم اوبجكت عندك. الطريقه الاولانيه ان انت تستخدم هنا كده الديكليراتيف، خلينا نسميها هنا كده الديكليراتيف واي. تمام. والحته الثانيه اللي هي الامبريتيف. تمام. طيب الحته ديت لو انت هتستخدمها فانت ممكن تستخدم الكيوب سي تي ال كوماند. تمام. وديت مشابهه بالظبط زي ما انت تيجي في دوكر وتقول له دوكر رن داش داش نيم ويب انجن اكس. فهي نفس القصه ان انت بتيجي هنا كده في كوبرنيتس وتقول له كيوب سي تي ال رن داش داش نيم
داش داش ايمج هنا كده انجن اكس. فانت في الحاله ديت لا، هي هنا اسمها كرييت او رن، هما الاثنين يعني بيعملوا نفس الحاجه. لكن الحته بتاعت ديكليراتيف بقى انت بتيجي فيها بتقول له ايه؟ بص كده، انا مش عايزك، انا عايز اكتب يامل فايل، تمام؟ واليامل فايل دوت انا عايز اديفاين فيه كل حاجه موجوده عندي، وببتدي ان انا اكتب فيه كل حاجه انا محتاجها، تمام؟ واول ما بتعمل في الاثنين ابلاي، فكل الكلام دوت بيروح في الباك اند، يروح على الكنترول بلين من خلال الاي بي اي سيرفر، بيروح يخزنها في حاجه اسمها الاتش سي دي. والاتش سي دي داتابيز هي عباره عن كي فاليو داتابيز، وظيفتها ان هي وظيفتها ان هي بتمانج الستيت. طيب هي بتمانج الستيت ايه؟ احنا عندنا حاجه يعني المفروض ان هي مهمه جدا في الكوبرنيتس، انت محتاج ان انت تعرفها، ان احنا عندنا حاجتين. اي كونفيجريشن انت بتعمله بيبقى ليه حاجه اسمها الاكشوال ستيت، والحاجه الثانيه اسمها الديزايرد ستيت، تمام؟ طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ خلينا نعمل ادمت كده الاول. طيب الفرق ما بين الاثنين يا جماعه ان اي كونفيجريشن انت هتحطه على الكوبرنيتس، تمام، هتبتدي ان انت تقول له انا محتاج ان الابلكيشن بتاعي دوت يبقى اول ذا تايم شغال منه 5 انستنس. لكن الحقيقه اللي بيحصل ان انت عندك فيليرز كتيره بيحصل في الكلاستر، فبيبتدي ان هم نتيجه ان نود حصلت، نتيجه ان ابلكيشن ايرور، فبيبتدي العدد بتاعهم ان هو يقل. فهنا كده لو احنا خدنا الاثنين، الاكشوال ستيت ده الستيت الحقيقي اللي موجود في الكلاستر، ده شكل الابلكيشن بتاعك موجود فيه ايه دلوقتي في الكلاستر. الديزايرد ستيت ده اللي انت بتكتبه في الكونفيجريشن بتاعه اليامل دي. هنا كده بتقول له انا محتاج ان الابلكيشن بتاعي يبقى شغال منه 5 انستنس بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنتكلم فيها هنا كده بالطريقه دي. فحاجتين لازم تخلي بالك منهم، الستيت ان انا عندي اكشوال ستيت وعندي الديزايرد ستيت. طيب ايه اللي بيعمل الكلام دوت؟ الحقيقه عشان تريح دماغك، كوبرنيتس هو عباره عن شويه كنترولرز، تمام؟ كوبرنيتس هو عباره عن شويه كنترولرز بيعملوا ايه؟ بيعملوا واتشنج للكلاستر، تمام؟ وبناء على الستيت اللي هي بترجع لهم هو بيبتدي ياخد اكشن. فدي فكره الكوبرنيتس بكل بساطه، ان هو عباره عن شويه كنترولر، وكل كنترولر بتعمل حاجه او بتتفرج على حاجه في الكلاستر، وبناء على كده بتبتدي ان هي تريبورت الكلام دوت للكنترول بلين، والكنترول بلين بيبتدي ان هو يعمل اكشن. طيب دلوقتي انا بكل بساطه محتاج ان انا احول دوت لكونفيجريشن. تعالوا هنا كده بكل بساطه، انت لو جيت هنا كده قلت له انا عايز اعمل فولدر جديد، تمام؟ عايز في الفولدر الجديد دوت عايز اقول له مثلا بود، يعني خلينا ناخد بود بقى. تمام؟ انت عندك 3 حاجات. اول حاجه بتعمل لها ديفاين في معظم الكونفيجريشن اللي انت هتكتبها في الكوبرنيتس. اول حاجه هنا انت بتكتبها الاي بي اي فيرجن، تمام؟ او خلينا نكتبها هنا كده الاي بي اي فيرجن. تاني حاجه هتكتبها اللي هي الميتا داتا بتاع الابلكيشن بتاعك. تالت حاجه هتكتبها اللي هي السبيك، تمام؟ يبقى انت 3 حاجات هتبتدي ان انت تخلي بالك منهم، ولا تروح تدور على شات جي بي تي، ولا ان انت تاخد كوبي وبيست. لازم تبقى انت فاهمهم بكل بساطه عشان تكتب كونفيجريشن بدون ما تروح للاي اي، ولا ان انت تعمل كوبي وبيست وانت ما انتش عارف. طيب لو رجعنا هنا كده، ان كل حاجه انت بتتعامل فيها في الكوبرنيتس هي اصلا في الاساس عباره عن اوبجكت، تمام؟ هي عباره عن اي بي اي من الاخر. فالاي بي اي لما انت تيجي تكلمها تبتدي ان انت تقول له انا عايز الفيرجن بتاعتها ايه، تمام؟ طيب ده بيختلف على حاجتين. الحاجه الاولانيه الكوبرنيتس كلاستر بتاعك، تمام؟
فانت لو كوبرنيتس كلاستر بتاعك دلوقتي وليكن 1.30، فانت ممكن تلاقي الاي بي اي فيرجن بتاعتك مختلفه عن كوبرنيتس مثلا اللي انا كنت بتعامل معاه 1.12 مثلا، او يعني قديم جدا، فمش هلاقي الفيرجن بتاعه. طب هم ليه عملوا كده؟ الحقيقه ان كل حاجه هم بيعملوها بيقعدوا فيها مده كبيره جدا لمده يعني تيستنج، فبيطلعوها بيتا وبعد كده بالالفا وبعد كده هكذا، ممكن تشوف في الدوكيومنتيشن. فلما باجي اقول له هنا كده انا عايز الاي بي اي هنا كده فيرجن، وبقول له هنا كده انا عايز فيرجن 1. طيب لو هي فيها فيرجن 2 تبتدي ان انت تقول ان انا عايز فيرجن 2. تاني حاجه انت بتبتدي ان انت تقول له انا عايز كايند. احنا اتفقنا ان احنا بنماب دلوقتي من دوكر كومبوز لكوبرنيتس، فخلينا نبتدي بسنجل كونتينر وبعد كده نقلبها مالتيبل كونتينر زي الدوكر كومبوز. فانا هنا كده تاني حاجه انا بحددها الكايند. انت عايز نتورك، عايز ابلكيشن، عايز تعمل بروكسي مثلا او تعمل راوتنج اللي هي الانجريس كنترولر، هناخدها بالتفصيل. تمام. هنقول له هنا كده انا محتاج بود، فبود كده عباره عن كونتينر او مجموعه كونتينر، بس هي في الاخر عباره عن ايه؟ عباره عن سنجل كومبوننت. تعالوا ننزل هنا كده الميتا داتا. تمام. والميتا داتا ديت انت كل حاجه انت بتحطها جوه الكوبرنيتس هو بيبتدي ان هو يفلترها من خلال الميتا داتا اللي انت هتعملها. لازما تبتدي ان انت تدي له نيم. تمام. الليبلز ديت هو بيستخدمها ان هو يبتدي ان هو يعمل بيها شويه اكشن هنعرفها في الديبلويمنت، وازاي ان هو بيربط السيرفيس مع الديبلويمنت من خلال الليبلز. تمام. الحاجه الثالثه اللي هي السبيسيفيكيشن، انت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج محتاج ايه اللي انت عايز تعمله زي الدوكر كومبوز. انا اقول له هنا كده انا عايز كونتينرز، لان انت عباره عن لسته، بتدي له هنا كده لسته الكونتينر الاولاني، الكونتينر الثاني، الكونتينر الثالث. بس افتكر ان البود دوت كلهم بيقدروا يكلموا بعض لوكالي، مش لوكالي في الكلاستر، لا لوكالي مع بعض كانهم كده حاجه واحده. تمام. اقول له انا عايز اعمل كونتينر الاولاني اسمه انجن اكس، والايمج بتاعته اسمها انجن اكس مثلا اي فيرجن انت عايزها، وتبتدي ان انت تحدد فيها البورتس. تمام. هقول له مثلا انجن اكس بيشتغل على بورت 80. تمام. وهبتدي ان انا اقول له كده بالنسبه لي كده تمام. طب لو انت حبيت ان انت تعمل كمان كونتينر عادي، ممكن تعمل كونتينر زي ريدس وتبتدي ان انت تديفاين فيه كل الكلام دوت. تعالوا هنا كده نعمل سيف للكلام دوت وناخد دوت. تعالوا هنا كده نقول له هندسة أعتقد حضرتك كتبته بس الفيرجن الفي بتبقى كابيتال كامل كيسنج، حضرتك كاتبها سمول. دي كده الفي كده صح، يعني دي كده كابيتال. طبعا الاوبجكت اللي موجوده كلها بتبتدي تبقى كامل كيس، تبقى كابيتال، اللي هي زي بود زي ديبلويمنت زي الكلام من دوت. تمام. ملخص الكلام ان انت هتعمله في كل الحاجات اللي انت هتكتبها. اول حاجه بتديفاين الاي بي اي فيرجن، بعد كده بتحدد انت عايز ايه، بعد كده بتحط الميتا داتا، وبعد كده شغلك الاكبر كله في السبيك دوت. ماشي كده، ماشي كده يا جماعه. طيب انا اعتقد ان انا عندي هنا كده كلاستر اوكي جيت كلاسترز. طيب انا عندي كلاستر اسمه كيوب سي تي ال كيوب كي 8 اس لاب. تمام. قبل ما اعمل كده في حاجتين عايز اقول لكم عليهم. خليني سي تي اكس اوكي اعتقد كايند التول الاولانيه اللي انا عايز الناس برضو تستخدمها عشان ما تضيعش وقت كبير، كيوب سي تي اكس. كام واحد بيستخدمها؟ لو حد بيستخدمها يبتدي ان هو يكتب لي حتى. التول ديت يا جماعه بتريحك بشكل كبير لو انت عندك اكتر من كلاستر او عندك اكتر من حاجه تقدر ان انت تسويتش ما بينهم بكل بساطه. كيوب سي تي اكس وكيوب ان اس بتخليك ان انت تسويتش من مجموعه كلاسترز، وفي نفس الوقت تقدر تسيرش ما بين نيم سبيس عشان ما تقعدش تكتب كل شويه داش اس داش ان نيم سبيس. لا دي سريعه جدا دي كده.
الحاجه الثانيه، لو انتوا كام واحد بيستخدم برودة اس اتش؟ حد بيستخدمه يا جماعه؟ انا هحاول اقول لكم كده شويه تولز يعني تبتدي ان هي تسرع عندكم الدنيا. اعتقد هنا كده لو انا جيت اعتقد عندي مالتي باص، دي برضو ممكن ان انت تستخدمها تعمل بيها فيرتشوال ماشينز صغيره، تبتدي ان هي تسرع عندك الدنيا. تمام، خليني اخد ديت كده، اعتقد ان ديت اصلا فاضيه ما فيهاش حاجه. مالتي باص ديت بتعمل لي فيرتشوال ماشين. لو حد مش عارفها ممكن يخش هنا كده على مالتي باص اوبنتو. دي بكل بساطه بتديك فيرتشوال ماشين سريعه جدا، تمام، بس بيزد على اوبنتو، وممكن ان انت تشغلها من خلال اليو اي. تقول له مالتي باص وتفتح اليو اي هنا كده. مش عارف هتفتح ولا يعني هتبقى زعلانه، بس ايه، ممكن ان انت تلانش فيرتشوال ماشين كده اوبنتو في السريع، يعني انت فاهمني. واعتقد ان هنا كده في ميني كيوب. ميني كيوب، بص ممكن تدوره هنا كده، وتقدر ان انت تمانج يعني انا عندي واحده هنا كده شغاله، تبتدي ان انت تديها ميموري، وتبتدي ان انت تاخد الاي بي بتاعها تعمل بيها اللي انت عايزه. تمام، فدي ممكن ان انت تستخدم. طيب انا هنا كده اول حاجه، يعني عشان الناس اللي ما اتعاملتش، انا هنا كده هاخد يعني برو واعمل له انستول هنا. وده مفيد جدا لو انت بتشتغل على الجهاز بتاعك لوكال، لكن مش هيبقى مفيد لو انت بتشتغل على سيرفر. يعني انت لو عندك سيرفر مش هيبقى مفيد عندك في اي حاجه يعني. تمام، هيبتدي ان هو يعمل انستول. ده هيوفر عليك وقت كبير جدا. ليه؟ لان انت هتنستول كل التولز بتاعتك من خلال كوماند واحد بس، فبالتالي مش هتضيع وقت ان انت تبتدي ان انت تعمل كومبايل او تعمل حاجات من دي. طيب خلونا نكتب هنا كده التولز اللي احنا محتاجينها. تعالوا هنا كده tools.txt. اول حاجه انت محتاجها كيوب سي تي ال عشان تتعامل مع الكلاستر. محتاج وات ايفر الكلاستر اللي انت عايزه. محتاج هنا كده كيوب سي تي اكس اند كيوب اي ان اس. تمام. طيب لحد ما ده يخلص، بعض الناس قالت لي بص انا بتضايق جدا ان انا ابتدي ان انا اجرب على لوكال كلاستر، حاسس ان انا ما بتعاملش مع برودكشن وكلام من ده. لو انت عندك القدره ان انت تدفع في كلاستر تقريبا من $2 يعني الاكتر في الشهر، تقدر ان انت تعمل برودكشن كلاستر وتشتغل عليه ويبقى زي الفل. تمام. حد عنده فكره ان انت ينفع تجيب كلاستر برودكشن ب $2؟ حد يكتب لنا لو حد قال لي انا هديله كلاستر ب $2. ده تقدر ان انت يعني تشتغل عليه. خلينا اقول لكم برضو على ديت. تعالى هنا كده خش على سبوت دوت راك سبيس. حد استخدمها قبل كده؟ عارفين اي دبليو اس سبوت انستنس؟ ايوه. ده بالظبط هو عباره عن بروفايدر كده من بره بيتعامل هو يعني اي دبليو اس سبوت انستنس هي عباره اصلا في الاساس يا جماعه عباره عن ماركت بليس، عباره عن مزاد. يعني كل واحد بيخش المزاد دوت بيبتدي ان هو يعرض برايس اكبر عشان يبتدي ياخد منك الانستنس. لو حد فيكم شغال على اي دبليو اس سبوت انستنس، او حتى هي الكونسبت موجود في معظم الكلاود بروفايدرز. تمام. فانت بتبقى شغال على الماشين، واحد تاني بيبتدي ان هو يديك برايس اعلى، فاي دبليو اس تقول لك بص انت قدامك دقيقه او اقل وهنترمينيت الماشين وناخدها نديها لواحد تاني. ف راك سبيس هي اصلا بتشتغل على النقطه دي. بتبتدي ان انت تعمل اكونت، مش محتاج ان انت تخش في حته اي دبليو اس يقبلني او ما يقبلنيش او كلام من ده. انا عامل اكونت. تمام. تبتدي ان انت تعمل لوجن هنا.
لو انت عايز كلاستر حقيقي تجرب عليه، ممكن اصلا تجرب عليه يومين 3 وتطفيه وبعد كده ترجع تعمل واحد تاني وكلام من ده. بتبتدي ان انت تكريت اورجانيزيشن عادي خالص، السيت اب بتاعه عادي خالص. انا هنا كده عامل ايه؟ عامل كلاستر. تعالوا هنا كده، انت خليني اعمل واحد معاكم برضو، هقول له كويك ديبلوي. نرجع تاني لفكره ان انا كوبرنيتس عباره عن كنترول بلين وعباره عن وركر نودز. البروفيجننج عشان الناس اللي واجعه دماغها دي، انا اقول له هنا كده انا عايز كوست اوبتمايز. هقول لي مثلا اعمل لي هوست في المريخ، مش فارقه معايا. تمام. بص هنا كده انت بتكونفيجر ايه؟ الوركر نودز. كنترول بلين هو اصلا ما ادانيش اوبشن ان انا اعمل له كنترول لان هي مانجد من ناحيته. بيجي يقول لي هنا كده انت عايز اصلا الابلكيشن بتاعك يرن على ايه؟ فانا بقول له مثلا انا عايز 4 سي بي يو و8 جيجا رام. والله مش عاجبني ممكن اقول له 16 سي بي يو. مش عاجبني ممكن اقول له كذا زي ما انت عايز. تعال انزل هنا كده على عدد الوركر نودز. دي عدد الوركر نودز اللي الابلكيشن بتاعك هيسكيل عليها. البيد ديت هي انا بقول لك دي حته اللي هي الايه اللي هم كلهم اصلا عاملين زي مزاج كده، كل واحد بيعرض سعر اكبر عشان ياخد الماشين من بعض. فانت ممكن تيجي تقول له هنا كده انا عايز يعني في حاله لو النود هتتسحب مني اديله السعر ده. ممكن انت تزود، ممكن تحط سعر كبير عشان ما حدش يفكر ان هو ياخد النودز منك، بس ما علينا من القصه ديت دلوقتي. الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان برضو خلي بالك حته الاوتو سكيلينج مش بتنزل باي ديفولت مع مثلا اي دبليو اس. مش بتنزل مثلا مع مع جي كي اي، مش بتنزل في او سي اي مثلا، مش بتنزل في اجور. انت لازم ان انت تروح تحط كلاستر اوتو سكيلر هو اللي بيأوتو سكيل الكلاستر، سواء انت كنت شغال اي دبليو اس مثلا كاربنتر، ودي يعني قدام شويه ممكن نتكلم عليها، او شغال بالحاجه الطبيعيه اللي هي الكلاستر اوتو سكيلر. فهنا كده بتبتدي ان انت، اعتقد هي راحت فين في حته هنا كده يعني مش باينه هنا، اللي هي الاوتو سكيلنج. هي ممكن تكون في يعني طيب لازم تبقوا انتوا عارفين برضو ان الوركر نودز لما تيجي تكريتهم في بعض الكلاود بروفايدر بيسموهم كده مع بعض. تمام. عباره عن ايه؟ نود بولز. تمام. حتى لو حد اشتغل على ديجيتال اوشن هيسمي الوركرز دول مع بعض كده، لما تعمل جروب مع بعض دول اسمهم نود بولز. تمام. فكرتهم ايه؟ ان انت ممكن تروح تجمع، يعني خلينا نرجع هنا كده، تجمع شويه ماشينز يبقى السبيكس بتاعتهم محترمه، وتقول ان انا هشغل عليهم الكريتيكال ابلكيشن، وتروح تعمل نوت بول تانية تبقى السبيكس بتاعتها تعبانه، وتقول ان انا هشغل عليها مثلا اي تي ال جوب او باك جراوند جوب، وتعمل نودز تانية تبقى انت عارف ان انت هتعمل عليها مثلا جوبس بتاع الباك اب وكلام من ده، فمش فارقه معاك. وكوبرنيتس بيديك الاوبشن ان انت تقدر تحط الكريتيكال ابلكيشن على النود بول دي، وتحط الباك جراوند جوبس ديت على ده، وهكذا. يعني تقدر ان انت تقسم. طيب الحته هنا اللي انت بتختارها هو الكوبرنيتس فيرجن اللي انت هتشتغل عليها. السي ان اي، ودي قصه كده يعني مهمه جدا. فهنا كده بيقول لي ان انت باي ديفولت انا باجي لك بحاجه اسمها كالكو، بس انت ممكن تشوف هنا سيليوم، او ممكن ان انت تجيب السي ان اي بتاعك. طيب بيقول لك هنا كده انت عايز تانيبل الهاي افيلابيلتي بتاعت الايه؟ بتاع الكنترول بلين. يعني الكنترول بلين مثلا هنا ممكن يكون بيديني سيرفر واحد ككنترول بلين، ولو هو السيرفر دوت اتكل على الله فانت خلاص كده انت الكلاستر بتاعك ما بقتش قادر توصل له، لان هو اصلا ما بقاش عندك كلاستر. انت الكنترول بلين نفسه مش افيلابل، فانت هتستنى لما يرجعوه تاني. طب لو انت عايز تعمل هنا كده هاي افيلابيلتي للكنترول بلين، في الحاله ديت هو هيزود عليك $40، لان هو هيبتدي ان هو يحط معاك 3 كنترول بلين. في الحاله بتاعتنا هي مش فارقه. تمام. تعالى اعمل هنا كده، وفي الاخر هتيجي السمري هيبتدي ان هو يقول لك بص الاستيميتد كوست كام؟ بيقول لك $10. لو انت مش عايز كده قلل عدد النودز، يعني انت عايز $2 $3 كده، تقدر ان انت تقلل عدد النودز، وفي الاخر هيديك برودكشن كلاستر تقدر ان انت تستخدمه. وهتقول له هنا كده كرييت، وانت بتتحاسب على ده الماكس اللي انت تقدر توصل له، وده المينيمم اللي انت تقدر توصل له. تبتدي ان انت تعمل باك، تقول له انا خلي بالكم ان انا واخد 8 سي بي يو و16 جيجا رام. ده لو انت رحت على اي كلاود بروفايدر هتلاقيها ارقام خرافيه.
تمام، هتلاقيها معديه عن كده بكتير. اعتقد الناس اللي هي شغاله هتلاقي ان الارقام ديت مش نفس الارقام، مفيش 10 دولار ولا كلام من ده. تمام. انا هنا كده معايا كلاستر، كل اللي انا محتاج ان انا اعمله ان انت بص كده هتيجي هنا وتقول له ان انا عايز الكيوب كونفج، وديت اللي احنا عايزينه دلوقتي عشان نتعامل معاه. تعالى هنا كده نعمل فايل اسمه cubeconfig.yaml. طيب هنا كيوب كونفج دوت، احنا الكيوب سي تي ال عشان يبتدي يكلم الكلاستر لازما كده يبقى معاه كونفجريشن هو بيكلم الاند بوينت دوت او السيرفر ده فين، فدي اهم حاجه بالنسبه لك. فانا هنا كده عباره عن ايه؟ هو عباره عن سيرفر ديبلويد عليه الكنترول بلين، موجود هنا كده عند راك سبيس في الحته دي. تمام. اسمه ايه؟ ده الاسم بتاعه، ده الكلاستر بتاعي. وممكن بعد كده نبتدي ان احنا نشوف الكونتكست والكلام ده، بس انت باي ديفولت انت بتبتدي لو عندك اكتر من كلاستر تبتدي ان انت لا تعمل عندك 1 كيوب كونفج او تعمل كيوب كونفج بير كلاستر. اسويتش ما بينهم ازاي؟ انت عندك فاريبل في التيرمينال وده هنشوفه، ان انت تبتدي ان انت تسويتش ما بين الكلاسترز، او تبتدي ان انت تاخد ده كده وتقول له ان ده الكيوب كونفج بتاعي. خلينا هنا كده، تعالوا نجيب دوت. لو انا عايز مثلا، تعالوا نرجع هنا كده للتيرمينال فين. طيب ده كده خلص. تعالوا الاول نكمل ده. هتبتدي ان انت عشان يعرف الباصات بتاع البرو، هتبتدي بس ان انت تحط الكلام دوت في الباش ار سي بتاعك. الناس اللي هي مثلا مش عامله انستول هتيجي تعمل هنا كده بكل بساطه كيوب انستول كيوب سي تي ال، وهيبتدي ان هو يعمل لك انستول لكيوب سي تي ال. وكل التولز هتقدر ان انت تعملها بكوماند واحد. طيب تعالوا هنا كده نرجع على الايه، على او نشتغل من هنا كده احسن. لو انا هنا كده قلت له كيوب سي تي اكس، تمام، هيبتدي يجيب لي كل الكونتكست اللي عندي. ده السيرفر الاولاني، ده السيرفر الثاني، ده اي دبليو اس. انا هقول له هنا كده انا عايزك ايه، تسويتش على الكلاستر ده. يبقى كيوب، تعالوا نكبر دي شويه. كيوب سي تي اكس بتخليك ان انت تسويتش كونتكست ما بين ايه، اكتر من كلاستر. فانا اقول له هنا كده انا عايز اسويتش على اللي هو كان اسمه ايه، ارجع هنا. تمام. فانا هنا كده عملت سويتش لمين، لدوت. لو جيت هنا كده قلت له كيوب سي تي ال جيت نودز، ديت النودز اللي عندي في الكلاستر. الكلاستر دوت انا عامله نود واحد. لو انا قلت له هنا كده كيوب سي تي ال جيت بودز، ديت البودز اللي عندي، انا ما عنديش اي بودز هنا. طيب انت عندك طريقين زي ما احنا اتفقنا. الطريقه الاولانيه ان انت تكتبها بكيوب سي تي ال، الطريقه الثانيه ان انت تكتبها باليامل فايل. انا هنا كده كاتب يامل فايل، فهقول له هنا كده انا عايزك تبتدي ان انت تاخد الكونفجريشن بتاع اليامل فايل دوت، وتبتدي ان انت تحطه لي في الاتش دي، ويبتدي ان هو يواتش على الايه، على الاستاتس بتاعته. فانا بقول له هنا كده كيوب سي تي ال ابلاي، وبدي له اسم الفايل. انا الفايل اللي عندي هنا كده، لو انا جيت هنا كده وقلت له كوبي ريلاتيف باس وعملت بيست هنا كده وقلت له ابلاي، في الحاله ديت هو قال لي ايه، قال لي ان في بود كرييتد. ماشي. طيب لو قلت له كيوب سي تي ال جيت بودز تاني، هيبتدي ان هو يقول لي ان انا عندي كونتينر، بس الكونتينر اللي عندي هنا كده بقى موجود في الحاله اللي اسمها ايه، او الستاتس بتاعته اسمها ايه، كرييتنج كونتينر. لو انا جيت هنا كده بعد شويه ابتديت ان انا اقول له جيت بود، في الحاله ديت البود بتاعي ابتدى ان هو ايه، يتحول من كرييتنج كونتينر ان هو يبقى راننج. طيب اكسس الكونتينر دوت ازاي؟ تقدر ان انت تعمل هنا كده تعالى دوت كده خلص اعتقد، لا لسه بيعمل داونلود. نفس الكوماند اللي انت بتعملها عادي في الكيوب سي تي ال العاديه.
طيب لو انا عايز اكسس الكونتينر دوت، انت كنت في دوكر بتعمل ايه؟ مش كنت بتكسبوز بورت عشان تبتدي ان انت تقول ان البورت بتاعي هنا كده. تعالوا نرجع هنا كده. كنت بتقول له ان ده شغال على بورت كام؟ زي ده كده، اكسبوز بورت. انا بقى الموضوع عندي هنا كده بقى مختلف خالص. طريقه الاكسس في الابلكيشن بقت مختلفه خالص. عشان اعرف ان الكونتينر دوت شغال، محتاج ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ لو انا اشوف الانجن اكس دوت شغال، حد عنده فكره نشوفه ازاي كده شغال ولا لا؟ نعمل بورت فورورد. ممتاز. فاحنا دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه؟ نعمل بورت فورورد. طيب ايه فايده البورت فورورد دلوقتي؟ ان هو بيخليني ان انا اشوف ايه اللي شغال عندي. تمام. لكن انت محتاج اكتر من لاير هتعملهم بعد كده عشان تشوف الابلكيشن من خلال يو ار ال بقى زي ما احنا بنشوف. فانا لو قلت له هنا كده كيوب سي تي ال بورت فورورد، تمام، ببتدي اقول له هنا كده انا عايز اعمل بورت فورورد لمين؟ احنا ما نعرفش غير البود دلوقتي. انا اقول له بورت فورورد، البود اسمه ايه؟ احنا كده النيم بتاعنا اللي احنا كاتبينه اسمه انجن اكس بود. تمام. تاني حاجه انا محتاج ان انا اعرف هو بيشتغل على بورت كام. فانا اقول له هنا كده لوكالي هاكسبوزه، انا عايز اشوفه من على الجهاز بتاعي من على 80 او خلينا مثلا على 380. والكونتينر نفسه انجن اكس بيشتغل على بورت كام؟ انت كاتب هنا كده ان الكونتينر بورت بتاعك بيشتغل على 80، وجيت هنا كده قمت جاي كاتب له 80. في الحاله ديت هو عمل لي ايه؟ هو راح عمل لي بروكسي، هو ابتدى ان هو يدخلني جوه الكلاستر. ولو انت جيت هنا كده فتحت وجيت قلت له لوكال هوست اللي هو الاربع تمانيات اللي انا كاتبهم دول، تمام، قال لي ايه؟ انجن اكس بتاعك اهو. ده نفس اللي انت كنت بتعمله في الايه؟ في الكونتينر. تمام. بس اللي حصل دلوقتي ان انت النود بتاعتك ضربت، فابتدى ان هو ينقلك على نودز تانية. فانت لما جيت تاكسس الويب سايت لقيت ان هو داون شويه كده وبعد كده رجع تاني. ففي الحاله ديت انا محتاج ان انا كونفرت البود دوت لحاجه تانية اكبر اسمها ايه؟ ديبلويمنت. تعالوا هنا كده نفتح فايل جديد. تمام. نحطه جنب دوت فايل جديد نسميه deployment دوت يامل. طيب هنا كده الديبلويمنت وظيفتها ان هي ايه؟ ان هي اقدر ان انا احط فيها نفس اللوجيك اللي انا حطيته في البود مع اختلاف شويه حاجات مهمه. اقدر ان انا ازود عدد الرابليكا، وهنشوف ان في حاجه اسمها رابليكا سيت كنترولر بيقعد يواتش كل شويه على عدد الانستنس اللي انت هتحددهم، ويبتدي ان هو يسكيل اب او داون، او يبتدي ان هو يكريت بود ويبتدي. يبقى الديبلويمنت هي اصلا عباره عن مجموعه بودز، هي عباره عن لوجيكال كده كونتينر، او عباره عن حاجه بتعمل لي جروبس لمجموعه كونتينرز مع بعض، وفي نفس الوقت هو بيحافظ على الستيت بتاعتها. بنفس الطريقه احنا اتفقنا ان احنا عندنا ثلاث حاجات. اول حاجه انا بحددها الاي بي اي ايه؟ الاي بي اي فيرجن. والاي بي اي فيرجن هنا كده انت بالنسبه لك، تمام، في الديبلويمنت اسمها ابس سلاش فيرجن 1، تمام، او فيرجن 2. انا هقول لك الكلام ده هجيبه من الدوكيومنتيشن ازاي. تاني حاجه انت بتحدد القايم. انا هنا كده عايز اعمل ايه؟ مش عايز بود، انا عايز ديبلويمنت تبتدي ان هي تجمع لي شويه بودز مع بعضها. فانا اقول له هنا كده القايم بتاعي اسمه ديبلويمنت. تاني حاجه انا عايز ميتا داتا، انا عايز احط الابلكيشن النيم بتاعه، الليبلز بتاعته، والكلام من دوت. تمام. هبتدي ان انا اقول له الديبلويمنت النيم بتاعها اسمها انجن اكس، وهقول له الليبلز مثلا، وممكن اقول له هنا كده التير مثلا بتاعه فرونت اند، انا عايز احدد ان ده فرونت اند مثلا، وابتدي هنا كده احط الايه؟ السبيك. اول حاجه هتبتدي ان انت تقابلها هنا كده، انا عايز احدد كام كونتينر؟ انا عايز احدد 3 كونتينر. يعني انا عايز الابلكيشن بتاعي ده
ننسى بقى كونتينر ونبتدي ان احنا نتعامل في الديبلويمنت من كونتينر لبودز. تمام. طيب هبتدي ان انا اقول له هنا كده انا عايز الكونتينرز بتاعتي. تمام. الكونتينر اللي انا الاولاني اللي انا هستخدمه انجن اكس هو نفس التاني بنفس الطريقه، والبورت اللي انا هعمل له بتاع دوت اكسبوز اللي هو 80. خلينا ناخد دوت، هنتكلم برضو في السلكتور دوت. ماشي. يبقى تاني كده احنا حددنا الاي بي اي فيرجن، حددنا الكايند والميتا داتا. هنا كده في السبيسيفيكيشن عشان الناس ما تتلخبطش، انت عندك في السبيك ممكن تلاقيها نستد. تمام. وده بناء على ايه؟ بناء على اي بي اي ديفينيشن الكوبرنيتس اصلا هو اللي عاملها. يعني ما تقولش ليه هي كده، لا هو اللي كتب الاي بي اي من الاول عملها بالطريقه دي. انا هنا كده لما بكتب ديبلويمنت فانا عندي هنا كده السبيسيفيكيشن، ببتدي ان انا احدد السبيسيفيكيشن بتاع الديبلويمنت نفسها اللي هي الرابليكا، والسلكتور ده هنعرفه بعد كده ايه وظيفته. بعد كده اعتقد تعالوا هنا كده كوبرنيتس ديبلويمنت دوكس. ده كده لحد ما تبتدي تتعود، ده الصديق بتاعك. ما ينفعش ان انت تروح على شات جي بي تي، انسى شات جي بي تي خالص. هنا كده انزل في الديبلويمنت، هيقول لك بص كده انت عشان تعمل ديبلويمنت ده نفس الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. بعد كده السلكتور دوت سيبنا منه دلوقتي، والتمبلتس ده التمبلت بتاع الكونتينرز اللي انت عايزها. هنا كده يعني خلي بالك ان انت عندك سبيك بتاع الديبلويمنت نفسها، ولما بتيجي في الكونتينرز نفسها بتبتدي ان انت تحدد البودز بتاعتك، يعني السبيكس بتاعتها هتبقى عباره عن ايه. فانت عندك واحده كبيره بتاع الديبلويمنت نفسها، وواحده ثانيه بتاعت الايه بتاع الكونتينرز. تعالوا نيجي هنا كده، هبتدي ان انا اخد دوت بنفس الطريقه كوبي ريلاتيف باث، نبتدي ان احنا نديسيبل دوت واقول له كيوب سي تي ال ابلاي داش اف وهديله الديبلويمنت. في الحاله ديت هو قال لي ايه؟ قال لي ان هي ايه؟ ان هي كرييتد. لو قلت له كيوب سي تي ال جيت بودز، المفروض هنا كده ان هو يطلع لي كام واحده. الخط بالنسبه لكم واضح يا جماعه ولا اكبر شويه التيرمينال؟ ممتاز. في سؤال؟ حد كان رافع ايده؟ طيب دلوقتي انت للاسف عايز دلوقتي تداون سايز الابلكيشن بتاعك عشان انت دلوقتي ما عندكش لود، فانت محتاج ان انت تعمل ايه؟ محتاج ان انت تعمل ايه؟ تقلل عدد الريبليكا. لو انا قللت عدد الريبليكا كده، فانت ايه اللي انت محتاج تعمله؟ انت محتاج تقول للكوبرنيتس انا محتاج ان انا ابديت الكرنت ستيت او الاكشوال ستيت دلوقتي، وتغيرها لي من ايه؟ من 3 ل1. فانت لازم هنا كده تروح تعمل ايه؟ تعمل كيوب سي تي ال ابلاي. في الحاله ديت لما تجيب عدد الكونتينرز هتلاقي ان هو دلوقتي بقى ايه؟ بقى كام؟ بقى 1. لو انا جيت هنا كده وقلت له انا عايز 10، قلت له انا عايز 10، وجيت هنا كده قمت جاي عامل ابلاي، وقلت له انا عايز هنا كده البودز. بص كده عدد الكونتينرز عندك اوتوماتيكلي دلوقتي بقى عندك ال10 كونتينرز او الرقم اللي انا كتبته، بس كلهم دلوقتي بيتحولوا من الكرييتنج كونتينر لان هي بعضها بيبقى راننج. طب لو انا هنا كده ما عنديش كباستي في الكلاستر بتاعي، ايه اللي هيحصل؟ البودز ديت هتبقى بيندنج، هتبقى في البيندنج ستيت، لان انا هنا كده ما بقاش عندي كباستي في الكلاستر، فلازم ان انا ازود نودز عشان تبتدي الدنيا تظبط معايا. طيب
دلوقتي حضرتك انت عملت الحته بتاع الفرونت اند وحبيت ان انت تضيف ابلكيشن تاني. انت هنا كده بكل بساطه ممكن في نفس الفايل تبتدي ان انت تقول له هنا كده، يعني انا ممكن اروح اعمل فايل جديد، وممكن في اليامل اقوم جاي عامل الثلاثه دول، الثلاثه داش دول، وابتدي ان انا اكتب ابلكيشن جديد. هقول له هنا كده الاي بي اي فيرجن، الكايند ديبلويمنت، والميتا داتا بتاعته، ماشي. وهقول له هنا كده مثلا نفترض انا هقول له هنا كده النيم، وخلينا نجيب كونتينر جديد خالص. تعالوا هنا كده نخش على، تعالوا نجيب بتاع دوت N8N مثلا، كوبرنيتس. تعالوا نفتح ده كده ونفتح دوت، ونبتدي ان احنا نحول دوت من دوكر لكوبرنيتس. بص هنا كده، لو انت بصيت هنا ايه الديبلويمنت، بص هو عامل ايه هنا كده شويه الحاجات دي. تعال نخش على الديبلويمنت اللي احنا لسه عاملينها، نفتح ده كده. هو قال ان انا ايه ده الاي بي اي فيرجن، ده الكايند بتاعه، ده عدد الريبليكا بتاعته. سيبكم من الاستراتيجي دلوقتي. هنا كده ابتدى ان هو يعمل ايه، ابتدى ان هو يجي في السبيسيفيكيشن ويبتدي ان هو يضيف حاجه جديده، حاجه اسمها الايه، الانت كونتينرز، ماشي. وابتدى هنا كده ان هو يحط الكونتينرز عنده. عارفين ديت مثلا ايه، انت عندك ابلكيشن، عايز الابلكيشن دوت قبل ما يفتح يروح يعمل داونلود مثلا لحاجه معينه، يكسكيوت كوماند معين. ففي الحاله ديت انا ممكن استخدم حاجه اسمها الانت كونتينر، ودوت بيبتدي ان هو يشتغل قبل ما الكونتينر نفسه بيشتغل. تمام. هنا كده هو عامل ايه، عامل سيبكم دي دلوقتي، ابتدى ان هو يعمل الكونتينر الاولاني. وهنا كده لو احنا بصينا للحته دي، احنا ما كناش بنزود هنا كده غير الايه، غير الايمج والبورتس. طب انت عندك كونفيجريشن عايز تبصيها للابلكيشن، عندك ابلكيشن بيكونكت على ماي سيكوال، فانا محتاج اديله الهوست نيم، محتاج اديله اليوزر نيم، محتاج اديله الباسورد. فانت هنا كده تقدر ان انت تعمل ايه، تباصي كونفيجريشن من خلال ايه، من خلال الانفايرمنت او الانف. تبتدي ان انت تقول له كي فاليو، كي فاليو، وهكذا. تمام. حته الفوليومز ديت لو انت عندك داتا، بس احنا خلينا هنا كده نيجي. عموما انت اصلا تعالوا نخش على دوكر هاب، نجيب اي كونتينر، ترافيك مثلا. تعالوا نجيب ترافيك. تمام. لو عندك حاجه زي كده عايز تكونفرتها مثلا، فانت كل اللي انت هتعمله هتبتدي ان انت تجيب الايمج بتاعتك وتبتدي ان انت تكونفيجر. انا هقول له هنا كده، يعني هو مش لوجيك قوي بس خلينا ناخد الاكزامبل. هقول له مثلا اسمها بروكسي، وهاجي اقول له هنا كده الليبل بتاعته، وهاجي اقول له هنا كده خلي لي انستنس واحده، وابتدي احط السلكتور والتمبلتس، وابتدي احط الميتا داتا بتاعته، وحاجه هنا كده في السبيكس بتاع الكونتينر. انا كده هقول له انا عايز استخدم مين، عايز استخدم ترافيك مثلا ده، واقول له البورتس بتاعتي، كونتينر بورت بتاعي 80. لو انت عايز تدي ارجيومنت، يعني انت عايز وانت بتشغل ترافيك تدي له مثلا، تقول له انا عايز اعمل حاجه معينه، ممكن تبتدي ان انت تديها له من خلال ارجس وكلام من ده، بس سيبكم من دوت دلوقتي. يبقى انا هنا كده لو جيت عملت ابلاي وسيفت الكوماند دوت، وابتديت ان انا اروح على التيرمينال وعملت كيوب سي تي ال ابلاي، المفروض ان هو كريت لي هنا كده كام ديبلويمنت تاني ابلكيشن. تمام. فبقى عندي هنا كده 2 ابلكيشن حولتهم من كونتينر، ده ترافيك. لو حبيت ان انا اكسس الابلكيشن دوت بنفس الطريقه، انا ممكن اقول له هنا كده في المره دي كيوب سي تي ال بورت فورورد، وممكن اجي اقول له هنا كده انا عايز اكريت، عايز اكسس بود
ينفع ان انا اكسس ديبلويمنت، الناس اللي هي يعني انا عندي هنا كده انجن اكس عباره عن ديبلويمنت، انا عايز اعمل فيها ايه دلوقتي؟ انا عايز اكسس ابلكيشن فيهم، فانا اخترت في المره الاولانيه بود. لو انا عايز اختار كده بشكل عشوائي واحد منهم، ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني انا عايز اعمل بورت فورورد على واحد من دول بس راندوم. حد عنده فكره؟ ينفع ان انا اعمل ديبلويمنت هنا كده، اقول له ديبلويمنت اللي اسمها، طيب قبل ما نجيب البودز يا جماعه في حاجه لازم برضو نعملها، ان احنا كيوب سي تي ال جيت ديبلويمنت دي بتحدد لك عدد الابلكيشنز اللي انت عملتها ديبلوي هنا كده، وبتقول لك الريدي منها قد ايه، واللي المفروض اصلا يعني انت هنا كده الاكشوال ستيت، وهنا كده المفروض الديزايرد ستيت، وهنا مين فيها الابديت الاب تو ديت، ومين فيها الافيلابل. يعني لو عندك كونتينر حصل فيه مشكله هيبتدي ان هو يقول لك ان العدد الافيلابل بتاعته اقل، وهنا الاب تايم. لو انت جيت هنا كده قلت له داش او وايت، تمام، هيبتدي يقول لك هنا كده الكونتينرز اللي شغاله، وهيقول لك الايمج بتاعتها، ويقول لك السلكتورز بتاعتها، تمام. فانت بنفس الطريقه لو انت قلت له كيوب سي تي ال جيت بودز، وقلت له هنا كده داش او وايد، هيبتدي ان هو يجيب لك كل كونتينر من دول والاي بي بتاعه، كل كونتينر والاي بي بتاعه والنود اللي هو موجود عليها، لو انت عايز تجيب ديتيلز اكتر. طيب يبقى نرجع هنا كده تاني، انا ممكن اقول له كيوب سي تي ال بورت فورورد، وهقول له هنا كده بدل ما انا شغال على بود هقول له هنا كده ينفع ديبلويمنت ولا ما ينفعش؟ ينفع ديبلوي، عادي. واقول له هنا كده الديبلويمنت بتاعتي كانت اسمها ايه؟ احنا كنا مسمينها هنا كده، لو نزلنا تحت شويه او جبناها من هنا، احنا كنا مسمين الديبلويمنت دي، ده اعتقد لو عملنا كده اللي اسمها بروكسي دي. لو انا جيت هنا كده على الديبلويمنت اللي اسمها بروكسي، وقلت له اعمل لي بورت فورورد على بروكسي، وقلت له هو طلعه لي برضو على اي حاجه 4 تمانيات دوت اللوكال عندي اللي انا اكسسه، و80 هو البورت بتاعه. لو جيت هنا كده ابتديت ان انا قلت له لوكال هوست، قلنا هنا كده 4، بص هو ده مكيش، فانت لازم تيجي هنا كده وتقول له، طبعا ده الديفولت بتاع ترافيك يعني عشان الناس ما تتخضش، هو ترافيك لما انا دخلت عليه مفيش راوت هو عارفه، فبالتالي اصلا اداني ايه؟ اداني نوت فاول. لكن لو انت جيت هنا كده في ترافيك قلت له انا عايز اديك هنا كده في الحته دي، عايز اديك شويه بارامترز، شويه البارامترز دولت هيعملوا لي شويه حاجات هنشوفهم. مثلا هقول له هنا كده انا عايزك تنزل وتقول لي هنا كده داش داش، دي خاصه بترافيك، يعني الكوماند دي خاصه بترافيك. اعتقد الاي بي اي انسكيور ده بيكسبوز الداشبورد بتاعت ايه؟ بتاعت ترافيك. طب لو احنا جينا هنا كده، انا عندي في الابلكيشن دوت ترافيك على بورت 80 بيستقبل اتش تي بي ريكوستات، في هنا كده عنده حاجه اسمها داشبورد. داشبورد دي بتشوف منها ايه؟ تشوف منها الاستاتس بتاع الترافيك. لو جيت هنا كده قلت له انا عايز اكتر من كونتينر بورت، هل ينفع ان انا اكتبها بالطريقه دي؟ يعني انا عندي الابلكيشن بتاعي بيشتغل بيه اكتر من بورت شغال 80 دوت، وخلينا نيجي هنا كده نعمل واحد تاني كونتينر بورت، وهقول له ده 443. هل ده ينفع يا جماعه ولا ما ينفعش؟ اللي انا عامله ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب
ايه رايكم؟ بص، انت عشان تشوف الحاجه تنفع او ما تنفعش، انت محتاج ان انت تعمل ايه؟ محتاج ان انت تاخدها كده وتقوم جاي راجع هنا كده للكوماند لاين، وتقول له انا عايز تسيبل دي، واقول له كيوب سي تي ال ابلاي. قال لي خلي بالك ان هنا كده قال لك ان انا ما حصليش اي تشنج في ده، واللي تشنج اللي حصل هنا كده بقى ايه؟ كونفيجر. طيب تعالى نعمل ده كده شويه، ونقول له هنا كده كيوب سي تي ال جيت ديبلويمنت اسمها بروكسي، كيوب سي تي ال جيت بودز. لو انا بقى هنا في الحاله ديت انا عايز اجيب، يعني انا قلت له جيب بودز هنا كده، جاب لي ايه؟ جاب لي كل الناس. لو عايز اجيب دوت بس، تيجي لي هنا كده فايده الليبلز اللي انا بعملها. لو انا رجعت هنا كده، الليبلز اللي احنا بنعملها هنا كده إيه؟ دي فايدتها. لو انا قلت له انا عايز الاب بتاعي، لو انا قلت له هنا كده انا عايزك تسلكت لي الحد اللي الليبل بتاعه الاب بيساوي كام، الفاليو بتاعته بروكسي. لو رجعنا هنا كده تاني وقلت له انا كيوب سي تي ال جيت بودز، بس في الحاله ديت الليبل بتاعه اب، يبقى انا داش ال ممكن اسلكت الحاجات بالليبل، وده اقول له هنا كده احنا مسمينها بروكسي. تمام. في الحاله ديت انا جبت مين؟ جبت دوت. لو انا قلت له هنا كده داش او، المفروض ان انا اشوف حتى الاي بي بتاعه، واعتقد ان في حاجات تانية هنا كده مستخبيه. خلينا طيب، عشان هي هنا مش باينه الحاجه التانية اللي انت ينفع تعملها، ان انت ممكن تقول له هنا كده بدل ده تقول له انا عايز داش واي داش او، واقول له يعمل. بص هنا كده ايه اللي هو عمله لك؟ ابتدى ان هو يجيب لك الكونفيجريشن اللي هو عامل لها ستور في الاتش سي دي. تمام. دي عباره عن اليامل فايل اللي انا عملت لها كرييت، وابتدى ان هو يحط عليها شويه ميتا داتا. تمام. ودي الكونتينرز اللي انا عملتها، وده البورتس اللي انا عملت لها اكسبوز. طيب لو انا جيت هنا كده بنفس الطريقه وقلت له هنا كده انا عايزك تعمل لي ايه؟ تاكسبوز نفس البورت، كيوب سي تي ال اكسبوز، بس بدل ما تعمل لي على ده اعمل لي على 80 80، وقلت له هنا كده انتر، وابتديت ان انا اخش على نفس دوت. بص كده اداني ايه؟ اداني الداشبورد بتاع ترافيك اللي هي بتيجي باي ديفولت مع ترافيك. تمام. فانت عندك لو عندك ابلكيشن او عندك هنا كده اكتر من بورت، تقدر ان انت تاكسبوز الكلام دوت عادي. طيب تعالوا هنا كده نكنسل دوت ونكنسل ده، و لو انا جيت هنا كده قلت له اعتقد فيو كوماند ريسيت زوم. بصوا كده يا جماعه، لو انا خدت ده كده كوبي وقمت جاي نازل هنا كده وقمت جاي عامل له بيست، وقلت له هنا كده ده ترافيك. انت في دوكر كومبوز ما كنتش بتعرف تاكسبوز البورت، وما كنتش بتعرف تعمل الكلام دوت. تمام. خلينا بس نظبط الليبلز عشان تبقى كلها ماشيه مع بعضها. تمام. غير دوت، غير ده، وقلت له انا هعمل هنا برضو كيوب سي تي ال ابلاي. بص كده انا كريت ديبلويمنت جديده، واقدر ان انا الديبلويمنت الجديده دي، خلينا نجيب البورت فورورد، واقول له كده انا محتاج ان انت تديني ايه؟ تديني الديبلويمنت اللي اسمها ترافيك. وجيت هنا كده عملت ريفرش، دي من ديبلويمنت تانية خالص. طيب خلي بالك ان الكلام دوت انت ما كنتش تعرف تعمله في مين؟ تعمله في دوكر ايه؟ دوكر كومبوز، صح ولا لا؟ عشان كنت تعمل الكلام دوت انت ما كنتش بتعرف تعمل اكسبوز للبورت في نفس البورت، نفس الكونتينر،
نفس كل حاجه، انت عندك حاجه واحده ولازم تحط بروكسي في الاول وهو يبتدي ان هو يعمل الكلام ده. ليه؟ لان انت شغال على نفس الايه، على نفس الماشين. يعني بمعنى صح عشان الناس تكون معايا، لو ده خد البورت دول التانيين مش هيعرفوا ياخدوه، لان ده اصلا خلاص ريزيرفد على الماشين بتاعتك. صح ولا لا؟ يعني لو خدت دوت كده حطيته فوق هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ مش هيشتغل. طيب تعالوا هنا كده نرجع تاني للاكسل درو. احنا لما كنا شغالين على دوكر كومبوز كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب الكونتينرز بتاعتنا وبنحط هنا كده بروكسي، والبروكسي دوت بيزد على الكونفيجريشن اللي انت عاملها بيبتدي ان هو يراوت الايه؟ الترافيك. يبقى انا هنا كده بقى عندي بروكسي بيبتدي ان هو ياخد الترافيك من بره، وبناء على الكونفيجريشن اللي انت كاتبها بيبتدي ان هو يراوت الكلام دوت على السيرفيسز اللي عندي اللي موجوده في الدوكر كومبوز. تمام؟ الحته ديت مش موجوده بالشكل دوت في الكوبرنيتس. فاحنا هننزل هنا كده الليفل تاني. يبقى انا اول حاجه عملت ديبلويمنت اللي هو الابلكيشن بتاعه ومحدش يعرف ياكسسه، لان بورت فوروردنج ديت مش هتنفع معاك في اي حاجه. فعشان كده الكوبرنيتس ابتدى ان هو يديفاين حاجه تانيه او لاير تانيه اسمها السيرفيس. تمام؟ والسيرفيس ديت عباره عن ايه؟ عباره عن لاير فوق الديبلويمنت بتبتدي ان هي تقول لك انت عايز تاكسس الابلكيشن بتاعك ازاي. عندك هنا كده 3 انواع. النوع الاولاني لو انت عايز السيرفيس بتاعتك تبقى لوكالي جوه الكلاستر واسمها كلاستر اي بي. يبقى انا الابلكيشن بتاعي مش عايز حد بره الانترنت جوه الكلاستر الناس تشوفه، لكن بره الكلاستر انا مش عايز اي حد يشوفه. فبالتالي اقدر ان انا اديله التايب بتاعه اللي هو كلاستر اي بي. طيب النوع الثاني اللي هو ايه؟ السيرفيس اللي انا بتعامل معاها انا عايز كل الناس تشوفها، بس كل الناس اللي ليها اكسس للنودز اللي على الكلاستر. فانا بسميها حاجه اسمها نود بورت. انا لو عندي 10 وركر نود وابتديت ان انا امسك سيرفيس زي انجن اكس عملت لها اكسبوز على بورت 80، فاي حد هيقدر ان هو يجيب النود بتاعتي ويبتدي يخش على النود ده هيلاقي ان انجن اكس شغال. طيب اللي بعديها حاجه اسمها الايه؟ اللود بالانسر. واللود بالانسر دوت وظيفته ان انا لو عايز الابلكيشن بتاعي يبقى اكسبوزد من خلال لوب بالانسر. واللوب بالانسر دوت خلي بالك لما تبقى شغال على كلاود بروفايدر زي اي دبليو اس هيبتدي ان هو يبروفيجن ليك ايه؟ لوب بالانسر. ماشي؟ طيب انت بتعمل بنفس الطريقه. انا هنا كده كل ديبلويمنت هعمل لها ايه؟ هعمل لها سيرفيس، وكل سيرفيس بعد كده هنعمل لها حاجه اسمها انجريس. فاحنا لو جينا بصينا لليوزر بتاعي الدنيا بدات ان هي تختلف. الترافيك هيجي من عندي هنا كده هيبتدي يخش على حاجه اسمها الانجريس، وبعد ما يخش على حاجه اسمها الانجريس هيخش على حاجه اسمها السيرفيس، ولما يخش على السيرفيس هيبتدي ان هو يخش على مين؟ على الديبلويمنت اللي احنا عملناها او الابلكيشن نفسه. تمام؟ ده السايكل اللي المفروض انت تبقى حاطه في دماغك، تبتدي ان انت تكونفيرت كل اللي عندك للكلام دوت. هتبتدي ان انت يبقى عندك يو ار ال جاهز تبتدي ان انت تخش عليه زي ما بتخش على الدوكر كومبوز اللي انت بتعمله على الكلاستر اللي انت هتبقى عامل له بروفيجن. طيب عشان احنا طولنا فخلينا نقف عند حته الديبلويمنت ونبقى نكمل من يعني ان شاء الله لو حابين سيشن تاني او كده نكمل بنفس الطريقه، بس المره الجايه نبتدي ان احنا نجيب ابلكيشن نعمل له كونفرت. حد عنده سؤال ولا
نخلص على كده عشان احنا طولنا جامد. ماشي، اشكركم يا جماعه، وهحاول ان انا اعمل جيت ريبو. تمام، نحط فيه ترتيب السيشن، لان بص هو في شويه كده لازم يتقالوا في الاول، بعد كده نبتدي ان احنا نطبق، يعني عشان بس في ناس جديده. بعد كده نبتدي نجيب ابلكيشن، نبتدي ان احنا ايه نشغلها، عشان تحس ان عموما الموضوع اصلا مش صعب زي ما الناس متخيله، بس في شويه حاجات كده هتعرفوها في الاول، بعد كده هتحس ان الدنيا سهله. تمام، يلا روحوا اتسحروا ايه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في مره جايه. يلا تصبحوا على خير، سلام عليكم.